الجزائر اليوم ارسلت 8 طيارات، 8 ولا 8 ديريكت، يعني البلاد اللي ترسل 8 ديريكت ومن الطائرات من الحجم الكبير معمرين بالمساعدات والاشخاص والانقاذ وفرق الانقاذ، ارسلتهم من ليبيا. الجزائر لبت النداء وكانت من الاوائل الذين قاموا بمساعده ليبيا، فاوفدوا مساعدات غذائيه وطبيه و8 طائرات من طائرات الجيش الوطني الشعبي. يا اخي دلتونا بالتبرعات. شنو التبرعات؟ تبرعات الجزائر لليبيا عبارة عن طوفتين أو ما يعرف بالمروحيات، زوز طائرات فقط، وليبيا عندها منها 12 طائرة. تمام. أول مساعدات دخلت لنا هي من تونس الحبيبة الغالية، قوافل وجنود، واستشهدوا ثلاثة أبناء من أبناء تونس، استشهدوا على أرضنا، وعائلة تونسية نعزوهم ونسأل الله أن يغفر لهم. لم أجد تونسي واحد يمنن علينا أو يدلنا بالمساعدات نتاعتهم، بالعكس دخلت مع توانسة حبيت نشكرهم، قالوا لي عيب تشكرنا، نحن دولة واحدة. لم أجد أي تونسي أو تونسية يمن علينا. يا أخي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والشيء الثاني المصريين كذلك يعني قدموا مساعدات ولم يخرجوا علينا، رغم أنهم شبيحة إعلام عمر موسى وأحمد موسى وعمر أديب لم يخرجوا بصراحة. يعني كنت أتوقع أنهم هم سيدلون بالمساعدات، لكن لم نرهم. لم نرى إلا الجزائريين في إعلامهم الموجه، وكذلك في صفحات التيك توك وكل الصفحات الأخرى السوشيال ميديا دلونا. نحن قدمنا لكم، نحن خاوة، نحن القوة العظمى، نحن القوة الضاربة، ونحن ما نحمي شمال أفريقيا. كلمات مهترئة مقرفة، قوميجيين متخلفين. أقول صراحة يعني أتمنى أنكم يا أخوتنا في الجزائر تأخذوهم الطائرتين اللي دليتوا أمنا بهم، زوز طائرات هم. والله العظيم أنا بصراحة يعني أحيي ملك المغرب وبنات وشباب المملكة المغربية العظيمة أنهم رفضوا يستقبلوا أي شيء من المغرب، من الجزائر. أنا متأكد لو أن المغاربة يعني انكسروا وقبلوا حتى صندوق واحد تبرعات، أقسم بالله التطبيل والعرس الجزائري سيستمر 30 سنة ويذلوهم ذل بهذا الصندوق. كفاكم يا أخي، خلاص الطائرات هذه كيف صار؟ أنا أتوقع أن أحمد موسى عمر أديب سيدلونا. بالعكس المصريين طلعوا راقيين بصراحة. إخوتنا التوانسة لست مستغرب من العقل التونسي، الأمة المغربية الصغيرة هذه تونس الحبيبة، لكن الجزائريين زوز طوافات أكلتوا كبودنا بهن، دعمناكم أمة عمي تبون. والله يعني للأسف. وأشكر ألف شكر للمملكة المغربية الحبيبة ملكا وشعبها العظيم الراقي الذين رفضوا يستقبلوا حتى فردة خبزة من هذا النظام الهامجي المتخلف.